السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ عساكم طيبين. أصدقائي، بالنسبة لأهم التحديثات اللي أضافها أستاذ عادل للبرنامج، إنه الملف الشخصي مثل ما تشوفون صار بهذا الشكل. صار باستطاعتك إنه توثق الحساب مالتك عن طريق الفيسبوك أو عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق رقم الهاتف. بالإضافة إنه أضافت خانة للشروحات إنه يشرح لك بها البرنامج. من خلال هاي الواجهية مال الملف الشخصي تقدر تغير صورة الملف الشخصي من هنا. تقدر انه تطلع على الفريق اللي مسجلين وياك عن طريق هذا الحقل. هاي بالنسبة للإضافة الأولى اللي انضافت للملف الشخصي. الإضافة الثانية اللي انضافت لقسم التسلية هي لعبة لودو. هاي اللعبة راح تقدر تلعبها عن طريق المجوهرات أو النقاط، واللي يفوز راح يحصل مجوهرات أو نقاط. فأتوقع أن اللعبة راح تكون كلش حلوة ومسلية وبيها ربح للجميع إن شاء الله. هاي بالنسبة للإضافة الثانية. الإضافة الثالثة اللي انضافت إنه صار باستطاعتك إنه تسدد الأقساط بالطريقة اللي تعجبك. تريد يعني تسديد شهر واحد، شهرين، ثلاثة، أربعة، إلى أتوقع 10 أشهر. بس الأفضل إنه تتجنب قائمة القروض والأقساط، لأنه إذا ما قدرت تسدد جميع الأقساط راح تعرض حسابك للحظر. الإضافة الرابعة اللي انضافت قائمة المشتريات. صار باستطاعتك انه تشتري منتجات عن طريق النقاط او عن طريق الجواهر. قبل كنا نقدر نشتري رصيد مثلا فقط عن طريق النقاط، هسه صار باستطاعتك تشتري منتجات عن طريق المجوهرات. مثل ما تعرفون انه اول ما تسجل البرنامج راح يعطيك عداد مجوهرات يومية 300 نقطة مجاني. الإضافة الخامسة اللي انضافت للبرنامج هي قسم الوكلاء. انه الوكيل صار موجودة كل معلوماته، رقم الهاتف، رمز الإحالة الخاصة بالوكيل، الموقع مالت الوكيل بأي مدينة، بأي محافظة العفو. فإذا حاب أنه تفعل عداد للبرنامج لازم تتواصل ويا أحد الوكلاء حتى ينشحن لك البرنامج مالتك بنقاط حتى تقدر تفعل عداد وتجمع نقاط تستفاد منها. بالنسبة للإضافة السادسة اللي انضافت انه البرنامج راح يكون متوفر بالوضع الليلي، انه هو يكون لون اسود ولون ابيض. فاتوقع انه تختار كيفك تريد، انه اللون ابيض او اللون الاسود. والاضافة الاخيرة اللي هي انه الرومات صار بها 12 مايك، بالاضافة انه تقدر تخلي رسالة مثبتة يقرونها كل اللي موجودين داخل الروم. هاي بالنسبة لأبرز الإضافات اللي انضافت للبرنامج. البرنامج يعني كلش حلو سهل، ما بي أي مشاكل. إنه أول ما تسجل دخول للبرنامج، بالنسبة للأشخاص اللي ما مسجلين بالبرنامج وما يعرفون طريقة التسجيل، سبق إنه نشرتها بالقناة، موجود فيديو عن طريقة إنشاء حساب. فكل اللي عليك تسويه إنه تدخل للبرنامج بعد ما تحمله من متجر بلاي، من سوق بلاي العفو، نتحمل البرنامج. سجل دخول، تكتب يعني أول ما تفتح البرنامج تضغط إنشاء حساب جديد. تختار عن طريق الإيميل أو الفيسبوك أو عن طريق رقم الهاتف. بعدها تضغط متابعة، راح يطلب منك رمز إحالة. فإذا تحبون تكونون ضمن فريقي فهذا رمز الإحالة الخاص بفريقي، مثل ما تشوفون تكتب هذا الرمز، تضغط متابعة، فراح يفتح عندك الحساب بهذا الشكل. كل اللي عليك تسويه انه تضغط على هذا الزر حتى تبدي تشتغل عندك الفراشة. مثل ما تشوفون هاي قدامكم، هاي أنا فعلت الفراشة. كل 24 ساعة تدخل هنا تضغط هاي الفراشة، راح يبدي يجمع عندك مجوهرات أو نقاط إذا كان عندك عداد. مثل ما تشوفون إذا ضغطنا على مضاعفة العداد، أنا عندي عداد مجوهرات، عداد مجوهرات يومية 400 مجوهرة، وعندي عداد نقاط يومية 100 نقطة. فإذا تحبون تشترون نقاط، مثلا عندك عداد يومية يعطيك 1000 نقطة، سعر العداد 3000، 345 ألف نقطة. 345 ألف نقطة. أنا إيش قد النقاط مالتي؟ 100 ألف نقطة. هاي المية ألف ما راح أقدر أفعل بها عداد، لأنه يحتاج لي تقريبا حوالي 250 ألف نقطة. فإذا أريد أفعل عداد شلون؟ إنه أدخل على الشراء، أدخل على قائمة التجار، شراء النقاط، إنه أشتري نقاط. فمثل ما تشوفون راح يظهر عندي الوكلاء، فأختار الوكيل اللي موجود بمحافظتي
وأتواصل وياه. مثلا عندك الوكيل كاظم من محافظة النجف، رقم الهاتف مالته راح يكون متوفر بالتحديث القادم، رمز الإحالة مالته، العنوان مالته مثل ما تشوفون. تقدر تحول الفلوس عن طريق الزين كاش، أو عن طريق إنه تحول له رصيد، أو تروح له وجها لوجه إذا قريب عليك. فكل اللي عليك إنه تتواصل وياه عن طريق رقم الهاتف، وتحدد موعد ويا الأستاذ كاظم، وتشتري منه نقاط. تدخل على العدادات، تفقط مضاعفة العداد، وتشتري أي عداد يعجبك عن طريق زر الزائد. بعد ما تضغط عليه يكون عندك رصيد نقاط متوفر، تفقط شراء، وراح يظهر عندك العداد أسفل، هنا بالأسفل، لما يصير عندك تحصل يوميا على 1000 نقطة أو 10,000 نقطة أو مليون نقطة حسب العداد اللي راح تشتريه. وهاي العداد يبدي يوميا يجمع لك نقاط، وهاي النقاط تحولها رصيد، وتسحب هذا الرصيد عن طريق كلمة التحويل، عن طريق كاش. تكتب هنا مثلا 10,000 نقطة، مثل ما تشوفون 10,000 نقطة سعرها $2. إذا مثلا 100,000 نقطة سعرها $20. تضغط موافق، بعدها راح تظهر عندك واجهة ثانية تكتب بيها معلومات البطاقة مال الماستر كارد أو بطاقة الزين كاش مالتك، وراح البرنامج يحول لك الفلوس على المحفظة مالتك. بالإضافة عندك من قسم الشراء أكو عندك المتجر. هذا المتجر متوفرة به عدة منتجات. عندك منتجات حاسوب، قسم السيارات، أرقام هواتف مميزة، أجهزة لوحية، أجهزة موبايل، أجهزة إلكترونية. قسم الحاسوب متوفرة عندهم عدة أنواع من اللابتوبات، فأي لابتوب تقدر تشتريه عن طريق الأقساط أو عن طريق أنه تدفع نقد مباشرة. مثل ما تشوفون دل، السعر مالته 3,260,000 نقطة، وهذا وصف المنتج. بس فقط إضافة إلى السلة، وتقدر تشتري بكل سهولة. عندك مثلا قسم الهواتف، أجهزة الموبايل، مثل ما تشوفون عندك أنواع الأجهزة، كل الأنواع متوفرة. فعندك مثلا أجهزة الأنفينكس سمارت 8 مثلا، إيش قد السعر مالته؟ 475,000 نقطة. وصف المنتج تضغط عليه يطلع لك التفاصيل مالته. اختيار المنتج، تختار اللون مالته أبيض أسود، أي اختيار يعجبك، شوف اللون اللي يعجبك، تضغط إضافة إلى السلة، وراح ينضاف عندك وين تم إضافة المنتج بنجاح. فبعد ما ضفنا المنتج يظهر عندك وين؟ هنا مثل ما تشوفون، هذا هنا بالأعلى. تضغط على السلة، ظهر عندنا المنتج هنا، انفينكس سمارت 8، سعره 475,000 نقطة. كل اللي عليك تسوي إتمام العملية، وتكتب المعلومات مالتك، وراح يوصلك لحد باب البيت، والتوصيل مجاني على حساب الشركة. عندك بالإضافة أنه الخانة الثانية اللي هي بطاقات الشحن، تقدر أنه تشتري رصيد أثير أو آسيا أو كورك، أو تشحن لعبة لودو. فمثل ما تشوفون رصيد الأثير كارت فئة 5 سعره 21,000 نقطة. برنامج كلش حلو سهل، ما بيه أي مشكلة. فاللي حاب يسجل البرنامج مثل ما شرحت لكم بالبداية، أنه ثبت البرنامج من متجر بلاي، وثبت البرنامج متجر بلاي. تضغط إنشاء حساب جديد، تكتب تختار عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ويطلب منك رمز إحالة. تكتب رمز الإحالة اللي راح أتركه لكم أسفل الفيديو. هذا هو رمز الإحالة مالتي، فتكون ضمن فريقي. وأي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات وراح أجاوب على الكل. أشوفكم بفيديو ثاني، مع ألف سلامة.